مساء الخير على كل متابعيني في كل مكان. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض سمك المكاريل. هنعمل صينيه تحفه وطعمها جميل، وكمان هنعمل تحت منها شويه خضار كده يتاكلوا اكل لو بقى اكلتهم بالعيش او بالرز. حاجه كده بجد تحفه يا جماعه. اول حاجه كده احنا معانا كيلو سمك من السمك المكاريل، وطبعا غسلينه ومنضفينه ونقعينه كده بالملح والليمون ومنضفينه كويس. وبعد كده بقى تعالوا معانا نقول لكم بقى الخلطة بتاعتنا الجميلة الرهيبة اللي هتخليه السمك بتاعنا روعة، والخضار اللي تحت منه احسن واحلى كمان من السمك. اول حاجة بقى نحطها في الكبة بتاعتنا، هنحط قرنين من الفلفل، هنحط معاهم ورقة لورا وحبهان وفصوص توم. وهحط بقى معاهم التوابل، كزبرة وكمون وشطة، وهحط معاهم بابريكا، وكمان هحط معاهم معلقة من هريسة الشطة زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده هفرم بقى الدقة بتاعتنا دي كلها مع بعضها. دي بقى الدقة اللي انا هحدق بيها السمك بتاعنا. عايزه اقول لكم ان التتبيله دي تحفه يا جماعه وطعمها رهيب، وهتخلي السمك بتاعنا او الصينيه بتاعتنا كده حاجه تحفه. طبعا بقى اللي بيتابعني لاول مره يا ريت تشترك في القناه وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل وصفاتي. بتخلوش عليا بلايكاتكم ولا بكومنتاتكم الحلوه. وطبعا انا بشكر كل متابعيني اللي كتبوا لي كومنتات فرحتني. ربنا يخليكم ليا وما نحرمش منكم ولا من دعمكم ولا وقفكم جنبي مني. ودلوقتي بقى هنحدق السمك بتاعنا بالتحديقه بتاعتنا. طبعا زي ما قلت لكم بقى انا غسله السمك وشطفاه كويس ونقعاه كده في ليمون وملح. بعد كده بقى بجيبه وحدقه بالتتبيله اللي انا عملتها معاكم. وطبعا انا عامله بقى فتحات كده في الظهر علشان انا عايزه التتبيله تخش كل في اللحم بتاع السمك كله، وعايزينها كده تبقى السمكيه كلها كده متتبله بالتتبيله بتاعتنا. يعني ادخل التتبيله في الفتحات اللي انا عاملاها كده. طبعا متبله عامله فتحات في السمكه من الجنبين الاتنين وهتبلهم. طبعا بقى مجهزه معايا خضار، معايا بصلايه شرايح، معايا طماطم شرايح، معايا فلفل برضو الوان، ومعايا بقى وهحط بقى بعد ما احدق كده السمك بتاعنا اهو بالشكل ده. اللي وصل لحد كده يا جماعه ما يبخلش عليا باللايك، واللي بيشوفني لاول مره ياريت يشترك في القناه ويكتبوا لي كومنتات حلوه كده تشجعني من الكومنتات بتاعتكم الحلوه. انا كده بقى خلصتهم تتبيله اهوت. هاخد بقى احط بقى في الصينيه بتاعتنا البصل الجوانح او الشرايح، هرش عليه شعره من الكمون مع شعره ملح، ادعكه كويس كده ومع بعضها لحد ما البصله كده بتاعتنا تدبل. بعد كده هنزل بقى بالطماطم وهنزل بالفلفل. طبعا انا حاطه شطه ناشفه، احنا ما بنحبش اللي هي الشطه الحاميه او الحراقه ديت. طبعا اللي بيحب بقى شطه ممكن يحط قرنين كده خضر من قرنين الشطه، ولكن احنا ما بنحبهاش تبقى مشطشطه. احنا بنحط اللي هي الشطه اللي هي الناشفه بتبقى هاديه شويه. طبعا بقى حطيت شرايح من الفلفل وهحط شرايح برضو من الطماطم، وهدعك بقى ده كله مع بعضه كده واخليهم كلهم بحالهم يعني يشربوا من بعضهم كده. بعد كده بقى هحشي السمك بتاعنا من الخضار اللي انا حطيته في الصينيه ده. طبعا عايزه اقول لكم شويه الخضار اللي تحت الصينيه دول هيتاكلوا قبل السمك من الطعامه بتاعتهم، لان طبعا السمك بتاعنا بينزل بقى كل الدهون اللي فيه، فهيخلي شويه الخضار دول حاجه بجد تحفه وجميله. ولو عايزه تحط شرايح بطاطس كمان ممكن تحطيها، بتخليها اطعم واطعم وبتبقى جميله جدا يا جماعه. طبعا بقى هحشي بقى زي ما قلت لكم اهوت. هاخد بقى من الخضار اللي انا برضو متبلاه. انا طبعا حطيت توابل مع الدقه زي ما قلت لكم في قلب الكبه وفرمتها مع بعضها.
بعد بقى ما حشيتهم كده بالخضار اللي انا عملته، رصيتهم بقى بالشكل ده، واعصر عليهم ليمون، واحط معلقتين 3 كده من الزيت. بعد كده هحطهم على عين البوتاجاز من فوق، اديهم غلوة يعني كده. اول ما السمك بتاعنا كده ياخد غلوة ويبدأ كده كل حاجة تستوي فيه، هدخله بقى في الفرن، وهشغل عليه الشواية من فوق، وهتاكلوا احلى صينية سمك مكاريل بجد يا جماعة، تحفة. تاكلوها بقى بالعيش مع شوية طحينة كده، مع بدنجان بابا غنوج، مع حبة سلطة كده، مع جرجير. ما اقولكوش بقى على الاكلة دي بجد تحفة يا جماعة، وحاجة حلوة. انا من عشاق السمك وبحب السمك، يعني بموت في حاجة اسمها سمك. طبعا حبايبي اللي بيحبوا السمك كلهم كده اكيد طبعا بيرجحوني في الحاجات دي وبيشجعوني، لان بجد السمك ده حاجة حلوة، قيمة غذائية جميلة، ويعني فيه فوائد كتير جدا. طبعا بقى هرش عليه الزيت، وهدخله زي ما قلت لكم، احطه على الفرن من فوق. وبعد كده هدخله بقى تحت الشوايه، يطلع بالجمال والروعه ديت. حاجه بجد يا جماعه تحفه. اتمنى انكم تجربوه وتكتبوا لي في الكومنتات، واللي بقى بيشوفنا لاول مره يشترك في القناه. واشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.